يعني ايه غواصة ممكن تغطس تحت المية بالساعات؟ او ازاي بتتحرك في صمت تام في اعماق المحيط؟ وايه انواع الغواصات اللي موجودة؟ في غواصات نووية وفي ديزل وفي صغيرة لدرجة انها تمشي تحت البحر زي الشبح. في الحلقة دي هنتكلم عن كل نوع من انواع الغواصات ونعرف امتى بدأت وايه الفرق بينهم واي واحدة فيهم اخطر واقوى من التانية. ولو بتحب الأسلحة والتكنولوجيا اربط حزامك واستعد للرحلة تحت سطح البحر حرفيا. يلا بينا نبدأ الرحلة. أول ظهور لأول غواصة كانت سنة 1620، اتعملت من الخشب وكانت بتتغطى بالجلود، اسمها دريبل، ودي كانت أول محاولة حقيقية. وفي القرن ال19 وقت الحروب الآلية الأمريكية بدأ استخدام الغواصات بشكل عسكري بسيط، لكن الانطلاقة الحقيقية كانت الحروب اللي دخلتها ألمانيا. استخدمت غواصات يو بوت وضربت سفن تجارية. أول نوع معانا وهو ديزل الكتريك سب مارينز، ودي الغواصات الديزل الكهربائيه. دي تعتبر من اقدم واكثر انواع الغواصات استخداما في العالم، خصوصا للدول اللي مش عندها قدرات نوويه لكن عايزه تحافظ على قوه ردع بحريه محترمه. النوع ده بيشتغل بنظامين. اول نظام معانا هو محرك الديزل. لما الغواصه تكون طافيه او على عمق بسيط بتشغل محرك الديزل. محرك الديزل بيقوم بشحن بطاريه كهربائيه ضخمه وبتديها طاقه. في الوقت ده لازم تكون الغواصه قريبه من سطح الميه علشان تسحب هواء للمحرك اللي بيتقال عليه سنوركلينج. النوع الثاني الموتور الكهربائي. لما الغواصه تغطس تحت الميه بتقفل محركات الديزل وتبدا تمشي بالكهرباء اللي في البطاريات. الموتور الكهربائي هادي جدا وده بيخلي الغواصه صعبه بالكشف عنها، ودي ميزه كبيره في المهام السريه. المميزات: اما الغواصه تبقى تحت الميه بتبقى شبه ساكنه وده بيخليها مرعبه لاي سفينه او غواصه عدو. التكلفه ارخص بكتير من الغواصات النوويه سواء في التصنيع او التشغيل. بالنسبه للصيانه قطع غيارها مش معقده ومش بتحتاج فرق فنيه متخصصه زي النووي. بالنسبة للعيوب: الغواصة لازم تطلع للسطح بشكل دوري عشان تشحن البطاريات وده ممكن يكشف مكانها. تاني حاجة: سواء على السطح أو تحت المية سرعتها أقل بكتير من الغواصة النووية. تالت حاجة: البطاريات ليها عمر محدد وده بيخلي الغواصة محتاجة تطلع كل شوية. أشهر الغواصات: أول واحدة تايب 209، دي ألمانية الصنع، من أنجح الغواصات الديزل في العالم. اتصدرت لأكثر من 12 دولة، بتتميز بالهدوء والتكنولوجيا الألمانية الدقيقة. في منها إصدارات مختلفة كتير حسب طلب كل دولة. تاني نوع معانا كيلو كلاس، دي روسية المنشأ، بيطلقوا عليها اسم الثقب الأسود بسبب هدوءها الشديد. غواصة هجومية ممتازة للعمليات في المياه الساحلية، فيها أنظمة صواريخ حديثة وفيها نسخ متطورة. اتصدرت لدول كتير زي الصين وفيتنام ودول أخرى. استخداماتها مناسبة جدا للدول اللي عندها سواحل طويلة. بتستخدم في المهام الدفاعية وزرع الألغام أو حتى إطلاق صواريخ خروز في بعض الإصدارات. النوع الثاني معانا وهو الغواصات النووية نوكلير سبمارينز. الغواصات النووية هي وحوش الأعماق حرفيا. لما نقول غواصة نووية فاحنا بنتكلم عن آلة ضخمة بتقدر تعيش شهور تحت سطح البحر وتلف حوالين العالم من غير ما تطلع تتنفس مرة واحدة. طريقة تشغيلها: بدل ما تستخدم محرك ديزل وبطاريات زي الغواصات التقليدية، الغواصة النووية فيها مفاعل نووي صغير بيديها طاقة مستمرة. المفاعل النووي بيغلي المياه وبيولد بخار واللي في دوره بيشغل توربينات كهربائية بتدور الموتور بتاع الدفع. ممكن تفضل الغواصة ماشية بالمفاعل ده عشرات السنين من غير ما تحتاج وقود جديد. المميزات: المفاعل النووي بيخلي الغواصة تقدر تشتغل سنين من غير ما تزود بالوقود. الفرق الوحيد هو الأكل والاحتياجات البشرية للطاقة. تاني حاجة: مش محتاجة تطلع تتنفس زي غواصات الديزل، تقدر تفضل مستخبية تحت سطح البحر لشهور وده بيخليها مثالية للعمليات الاستراتيجية. ثالث حاجة: سرعتها تحت المية ممكن توصل ل 25 و30 عقدة أو أكتر، يعني بتجري تحت المية بسرعات مخيفة. ممكن تشيل رؤوس نووية وصواريخ كروز وصواريخ باليستية على حسب نوعها، هجومية أو صواريخ استراتيجية. العيوب: تصنيع غواصة نووية بيكلف مليارات وتشغيلها وصيانتها برضه بيكلف أرقام ضخمة. محتاج فرق فنية مدربة جدا. أي خلل في المفاعل النووي ممكن يبقى خطر ضخم. لو حصل تسريب أو خلل في المفاعل النتيجة كارثية سواء على الطاقم
أول بيئة البحرية، أشهر أنواعها أول نوع USS فيرجينيا كلاس، غواصة نووية هجومية من الجيل الجديد، فيها أحدث تكنولوجيا في الملاحة، تقدر تشيل توربيدات وصواريخ توماهوك، عندها قدرة على تنفيذ مهام سهلة، إنزال فرق مراقبة، تجسس وضرب أهداف برية. تاني نوع التايفون كلاس، أضخم غواصة في العالم، الطول بتاعها حوالي 175 متر، غواصة استراتيجية مصممة لحمل صواريخ نووية باليستية، تقدر تشيل لحد 20 صاروخ باليستي من نوع R39. فيها نظام مزود بالمفاعلات النووية، من كتر حجمها فيها حمام سباحة صغير وجيم للطاقم. استخداماتها في نوعين رئيسيين من الغواصات النووية، غواصة هجومية نووية SSN زي فيرجينيا كلاس، مهمتها تدمير غواصات العدو السفن وتنفيذ مهام سرية. غواصات صواريخ باليستية نووية SSBN زي تايفون كلاس، دي معمولة عشان تفضل مستخبية تحت المية جاهزة تضرب ضربات نووية في أي وقت. النوع اللي بعد كده الغواصات الهجومية أتاك سبمارينز، دي الغواصات اللي دايما في وش المدفع، دورها الأساسي هو إنها تفترس غواصات وسفن العدو. مهمتها تدمير غواصات تانية، ضرب سفن السطح، حراسة حاملات الطائرات، تنفيذ عمليات تجسس أو دعم للقوات الخاصة. أنواعها غواصات نووية هجومية وغواصات ديزل كهرباء هجومية. مميزاتها صغيرة نسبيا وسريعة، مرنة جدا وتقدر تنتقل بسرعة وتدخل معارك بحرية بسهولة. سلاحها الأساسي التوربيدات، أحيانا صواريخ كروز. النوع اللي بعد كده غواصات الصواريخ الباليستية باليستيك ميسل سبمارينز، ودي مش مجرد غواصة، دي منصة نووية متحركة، هدفها مش الحرب المباشرة إنما الردع. مهمتها حمل وإطلاق صواريخ نووية باليستية، البقاء في أعماق المحيطات لفترة طويلة بدون ما حد يعرف مكانها. تكون الضربة الثانية في حال اندلاع حرب نووية زي أوهايو كلاس، تقدر تشيل لحد 24 صاروخ باليستي. النوع اللي بعد كده أوري كلاس الأحدث، وبتشيل صواريخ النووية وهي روسية المنشأ. غواصات نووية بالكامل وغالبا مش بتشارك في المعارك مباشرة، محمية كويس جدا وهدفها الوحيد هو الردع مش الهجوم التكتيكي. غواصات صواريخ كروز مثل سبمارينز، دي غواصات متخصصة في الضرب من بعيد تحت المية على أهداف برية. مهمتها ضرب قواعد عسكرية، مواقع رادارات، مطارات، وحتى منشآت استراتيجية داخل أراضي العدو. بتشتغل غالبا في بداية أي حرب علشان تعطل قدرات العدو. بالنسبة للتسليح بتحمل صواريخ زي التوماهوك، ممكن كمان تنزل قوات خاصة. أمثلة ليها زي غواصات أوهايو كلاس الأمريكية، تم تعديلها عشان تبقى SSGN بدل SSBN. الغواصات الصغيرة ميني سبمارينز، دي غواصات بحجم صغير جدا تستخدم في العمليات الخاصة والتجسس. مهمتها إنزال واسترجاع قوات خاصة، التجسس على موانئ أو كابلات بحرية، الدخول في أماكن ضيقة زي الموانئ أو الأنفاق البحرية. مميزاتها حجمها صغير جدا، في أنواع صغيرة كفاية إنها تتنقل على ظهر غواصة تانية. سرعتها قليلة لكن هدوءها عالي جدا. استخدمتها دول كتير في العمليات الاستخبارية أو المهام المحددة، ممكن تكون موجهة عن بعد أو يركبها عدد قليل جدا من الأفراد من 2 ل6. العالم دلوقتي دخل في سباق جنوني لتطوير غواصات خارقة، مش بس في التسليح، لا كمان في العقل اللي بيشغلها. الذكاء الاصطناعي بقى جوه كل غواصة. الغواصات الحديثة دلوقتي مش مجرد حديدة ضخمة ماشية تحت المية، لا بقت فيها أنظمة ذكاء اصطناعي بتحلل الصوت اللي حوالين الغواصة، حركة السفن والغواصات القريبة، تهديدات في البيئة البحرية. يعني الغواصة ممكن تكتشف العدو قبل ما هو يحس بيها، تختار خط السير الأنسب، وتشتبك آليا مع أهداف وتحلل النتائج في الوقت الحقيقي. وده مش خيال علمي، دي أنظمة شغالة فعليا في غواصات الجيل الحديث. السونار دلوقتي بقى بيفهم البيئة أكتر من الأول، ويقدر يفرق بين صوت حوت وصوت غواصة.
في سونارات متعددة الاتجاهات وسونارات سلبية بتلقط حتى الذبذبات الخفيفة. وبعض الغواصات دلوقتي بقت ممكن تتعامل مع أهداف جوية زي مروحيات مضادة للغواصات باستخدام صواريخ بتطلق من تحت المية. الغواصات مش مجرد مركب تحت المية، دي وحوش صامتة بتغير موازين الحروب بدون ما حد يحس بيها. اختلاف النوع بيأثر على الاستخدام، واللي بيتحكم في ده هو الهدف، سواء كان هجوم أو ردع نووي أو عمليات خاصة. وبكده تبقى خلصت بالحلقة. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ومستنيكم في الحلقات اللي جايه.